بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث في الأفعال والأقوال، وجعل سبحانه في الحلال غنية وكفاية عن الحرام، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة القائل فيما صح عنه: يا معشر المهاجرين خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الحديث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وراقبوه، واعلموا رحمكم الله أن أعمالكم محصاة عند ربكم، وسيجد الجميع ذلك حاضرا أمامه يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة المسلمون، إن من أحكام القرآن وهدايته الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية والزجر عما يقل بالشرف والعفاف، ومن أجل ذلك حرم الجرائم التي تفسد الأخلاق وبها ينهار المجتمع. تلكم الجرائم التي تكمن في فعل الزنا واللواط والسحاق وغيرهما من صور الشذوذ الجنسي والتلاعب الأخلاقي والانحطاط البهيمي. لقد رتب الله عز وجل عقوبات عظيمة على من اقترف مثل هذا الجرائم وقع في هذه المحرمات الكبائر عقوبات غليظة في الدنيا وأشد منها عقوبات الآخرة لم يكن المبتلى وتدركه رحمة أرحم الراحمين. لقد حرم الله عز وجل الزنا وأخبر أنه فاحشة يستفحشه كل ذو فطرة قويمة وعقل سليم، وعذر منه بعقوبة الدنيا والآخرة. إن الزاني الذي يطأ فرج الحرام إما أن يكون محسنا وإما أن يكون خير محسن. فالمحسن هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأة ووطئها بنكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلما. وأما إذا كان الزاني غير محسن وهو لم يصلح له الزواج على الوصف المذكور فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة. إن جريمة تؤدي إلى الخطر بالحجارة لجريمة بالغة ناكرة وعظيمة الخطورة تعبر عن كون مرتكبها غير صالح للبقاء في المجتمع، فهو جرثومة فاسدة يجب القضاء عليها حتى لا تفسد المجتمع كله. وما عقوبة الزاني في الآخرة؟ وفي صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام سحبا مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغة وأصوات فأطلع فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفلهم فسأل عنهم فقيل له: هم الزناة والزواني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أيها الإخوة، اللواط وهو الذكر فذلك الفاحشة الكبرى والجريمة المنكرة، إنه مفسدة الدنيا والدين، إنه هدم للأخلاق ومحق للرجولة، إنه فساد للمجتمع وقتل للمعنويات، إنه ذهاب للخير والبركات وجانب للسرور والبرايا والمصائب، إنه معول خراب ودمار وسبب عظيم للذل والخشي والعار. إن العقول الصحيحة تنكره وتمجه، والفطر السليمة ترفضه، والشرائع السماوية تصدر عنه وترفضه. ذلك أن اللواط ضرر عظيم وظلم فاحش، فهو ظلم للفاعل بما جر إلى نفسه من الغش والعار وخادها إلى ما فيه الموت والدمار، وهو ظلم للمفعول به حيث هتك نفسه وأهانها ورضي لها بالسفور والانحطاط ومخ رجولتها، فكان بين الرجال عياذا بالله بمنزلة النسوان لا تزول ثلبة الظلم والمهانة من وجهه حتى يموت، وهو مع ذلك ظلم للمجتمع كله بما يفضى إليه من حلول المسائل
والنكبات. لقد خص الله عز وجل علينا في كتابه ما حصل لقوم لوط عليه السلام حيث أنزل عليهم رجزا من السماء أي عذابا من فوقهم، أمطر عليهم حجارة من سجيل فجعل قريتهم عاليها سافلها. وقال بعد أن خص علينا عقوبتهم وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين في أي زمان وأي مكان ببعيد. ولما كانت هذه الجريمة جريمة اللواط من أعظم الجرائم كانت عقوبتها في الشرع من أعظم العقوبات، إذ إن عقوبتها القتل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واتفق جمهور الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بمقتضى هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أو مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى مكان في البلد حتى يموت، وقال بعضهم يعرق بالنار الفاعل والمفعول به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث في الأفعال والأقوال، وجعل سبحانه في الحلال غنية وكفاية عن الحرام، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة الخائن فيما صح عنه: يا معشر المهاجرين قصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الحديث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذه الجرائم الخلقية بالإضافة إلى ما رتب عليها من العقوبات الدنيوية والأخروية فإن فيها مفاسد عظيمة، حيث تفسد القلوب والفكرة وتجلب الذل والعار والقش والشنار، تنشر الأمراض التناسلية، فهي فساد في الدين والدنيا وفساد للفرد والمجتمع. ومن ثم جاءت الآية الكريمة بالنهي عن قربان الزنا، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأنكر الله عز وجل إتيان الذكور فقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ونهي عن قربان الزنا ومثله اللواط نهي عنهما ونهي عن جميع الأسباب الموصلة إليهما كاللمس والنظر، فلا يحل للمؤمن أن يتمتع بالنظر إلى امرأة ليست زوجة له، ولا التلذذ بسماع صوتها أو مس شيء منها، ولا يحل كذلك النظر بشهوة إلى الأمراض، ولكن كثيرا من ذوي النفوس السافلة والإرادات الضعيفة غلبتهم نفوسهم حتى أطلقوا لها العنان في التمتع بالنظر إلى النساء، فأصبحوا أسرى لأهوائهم المنحرفة حتى صدهم ذلك عن ذكر الله وعن مصالحهم، فصار بعضهم يتجول في الأسواق والأماكن العامة لغير غرض ولا حاجة سوى متعرضة أهوائهم التي لا ينالون منها إلا الهم والأماني الكاذبة. وعاكف أقوام على مشاهدة الأفلام الخبيثة والمسلسلات الماجنة التي تعرض فيها والعياذ بالله صور النساء السافلات ورجال المخنثين بحركات مثيرة وأوداء مريبة لا يجني المشاهد منها إلا تحرك الفتنة في قلبه وإثارة دواعي الشر وتحريك كوامن الخبث في نفسه وقلبه، بل وتسهيل مواقعة الجريمة وارتكابها والعياذ بالله. بل وصل الحد ببعض إخواننا هداهم الله إلى إدخال الدسوس في مناسلهم التي من خلالها يتابعون قنوات خارجية تعرض فيها صور الحرات والمنسات من خلال الأفلام التي تمثل فيها الفاحشة وتمارس فيها أنواع الجريمة وترتكب فيها أحس الصور البهيمية والحيوانية، بل استساق بعضهم وسهل عليهم أن تخرج هذه البدعة المسمومة على بناتهم ونسائهم وأبنائهم، فأي فساد ينتظر أن يهل بهذه الأسر وأي انحراف خلقي سينشأ عليه أفرادها. إن هذا حقا هو موت القلوب وانتماس الكفر وانتكاسها.
إن هذا المرض إنذار من الله ووعيد وتحديد لتلك المجتمعات التي ظهرت فيها الفاحش حتى شرعت الأنظمة والقوانين التي تدعو الزنا واللواط، بل وتعترف بزواج الذكور بعض من بعض، وتفتح الأندية والنقابات والعذاب. وهذا دليل جديد على قصة الحضارة الغربية وترديها، تلك التي اهتمت بجانب المادة ولكنها أغفرت الروح، بل تعمد تحميسها وتعمد إفساد الخلق ومحاربة العفة والطهارة. فنسأل الله أن يحفظ مجتمعات المسلمين من شرور الأمراض والأوبئة. قوموا إلى الصلاة.